رغم تألقه الكبير على المستويين القاري والدولي، لم يتم اختيار أشرف حكيمي للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية لعام 2024. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها اللاعب المغربي لهذا التجاهل، فقد خسر الجائزة أيضا في عام 2022، وكذلك أتى في المركز الثاني عام 2023. رغم نجاحاته الكبيرة مع المنتخب المغربي وقيادته إلى نصف النهائي كأس العالم كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الإنجاز التاريخي، حكيمي الذي يبلغ من العمر 24 عاما يجمع بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية، حيث لم يمنعه مركزه كمدافع من تسجيل الأهداف وتقديم تمريرات حاسمة لفريقه، سواء مع ناديه باريس سان جيرمان أو المنتخب المغربي، إضافة إلى المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس حيث حقق الميدالية البرونزية. بصفته قائدا شابا للمنتخب المغربي، يعد حكيمي نموذجا للاعب العصري الذي يجمع بين الأداء الدفاعي المميز والقدرة على إحداث الفارق في الهجوم، ليبقى واحدا من أفضل اللاعبين الأفارقة في السنوات الأخيرة، وصاحب التأثير القوي على الكرة المغربية والعالمية كأفضل ظهير أيمن في العالم. إذا أعجبك الفيديو القصير لا تنسى الضغط على زر اللايك والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد إن شاء الله، ودمتم سالمين.